السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسام أبو علي. وسام أبو علي يعني استوحش. يعني إيه استوحش؟ قلب وحش على إدارة النادي الأهلي. وسام قفلت معاه خلاص. أنا مش عايز ألعب، أنا مش عايز أكمل، أنا عايز أمشي. طب أنت يا عم وسام بتفكر في مصلحتك وبتفكر إن أنت هتروح في أي دوري. أنت جالك الريان قلت أنا عايز أروح الريان، جالك مش عارف الوصل انا عايز اروح الوصل، جالك امريكا انا عايز اروح امريكا. وسام بيدور على الفلوس من الاخر. وسام لو جاله قرشين زياده فوق القرشين اللي بياخدهم من النادي الاهلي عايز يمشي، وكلنا شايفين ده. يعني جاله هنا 3 مليون دولار قال لك انا عايز اروح بالريان 3 مليون دولار، جاله في امريكا 5 مليون دولار قال لك انا عايز اروح امريكا. فهو كده مش محدد هدف. هو وسام اهم حاجه عنده الفلوس. طب انت يا عم الحاج انت بتفكر في مصلحتك وبتفكر ان انت عايز تاخد الفلوس يعني اقصى درجه. اللي هيدفع اكتر انا اروح العب معاه ان شاء الله، اروح العب درجه تانية في الدوري البلجيكي. اهم حاجه يكون في ايه؟ كاش موني. طب ما الاهلي كمان يفكر في مصلحته. انت دلوقتي مش شايفني، انا اشوفك ليه؟ يعني انت مش شايفني ولا بتفكر في مصلحتي، انا اشوفك ليه؟ انا كمان افكر في مصلحتي. انا كمان اشوف اعلى سعر يجي لي. اعلى سعر هيجي لي فيك همشيك. وانا قلت لك انا عايز 10 مليون، جبت لي ال 10 مليون همشي غور في داهيه. طب ما جبتش ال 10 مليون، انا بقى وقتها اللي اقرر انت تمشي ولا ما تمشيش. مش انت اللي تقرر، مش انت اللي تقول انا مش جاي التدريبات، ومش انت اللي تقول. وسام يعني ده في عقد بيننا وبينه. وسام لسه عقده موجود ممتد فيه متهيألي سنتين او 3 سنين، اعتقد سنتين. فانت يا عم وسام يا تمشيها معانا بالاصول يا تاخد على عينك زيك زي غيرك. احنا ما نفرقش معانا. احنا بالنسبه لنا كجمهور دلوقتي مش فارق معانا وسام ابو علي بجنيه. احنا مش عايزين وسام ابو علي اصلا. بس الموضوع دخل في عند بقى لدرجه ان البي قفل جميع اكونتاته. يعني احنا اصلا جمهور الاهلي عمل حمله على وسام ابو علي عشان يعمل ان فولو من كل اكونتاته ونرجعه لاصله ونعرفه بس هو مين. انت يا عم وسام ما كنت عمرك ما كنت هتعرف تمسك مليون دولار غير اما جيت الاهلي. انت كنت بتاخد في الدوري انت كنت بتلعب فين؟ في السويدي ده ولا مش عارف الدوري ده؟ السويدي. بتاخد 150 ألف دولار. احنا كنا جايبينك ب 400 ولا ب 500 ألف دولار. دلوقتي انت بتتكلم يعني احنا اللي علينا قيمتك التسويقية. انت كان اخرك 400 ألف ولا 350 ألف، من 350 ل 500 ألف دولار. احنا اشتريناك علينا قيمتك التسويقيه. بقت قيمتك التسويقيه حاليا معديها ال 5 مليون دولار. طب ده مين اللي عمله؟ وسام ابو علي؟ لا، الاهلي. انت دلوقتي بقيت بدل ما كنت بتاخد ال 150 الف في سويسرا جيت الاهلي خدت المليون دولار. عمرك ما كنت تحلم بيهم. دلوقتي بقى بيتعرض عليك الاربعه والخمسه والثلاثه عمرك ما كنت تحلم الكلام ده لو انت ما كنتش في الاهلي. انت عملت، انا ما اقولكش انت ما عملتش. انت عملت اللي عليك. والاهلي زي ما انت مديت خطوه الاهلي مدالك 10. زي ما انت حققت نقطة الأهلي عمل معاك فوق الواجب وبزيادة. فأنت مش بتجب علينا. أنت مش نجمنا الأول، لا، الأهلي هو النجم بتاعنا الأول. الأهلي هو اللي بيعمل النجوم. أنت كنت لاعب على الله حكايتك. أنت أصلا ما رحتش منتخب فلسطين غير لما جيت الأهلي. فأنت ما تفكرش نفسك اللي أنت بتلوي دراعنا. طب دلوقتي لو وسام أبو علي امتنع عن التدريب وامتنع عن الحضور والاهلي ما رضاش يبيعه وعاند، ايه اللي هيتم وقتها؟ اول حاجه بيتم التحقيق وانذار اللاعب، والنادي بيبدا في ارسال انذار رسمي للاعب عن طريق محامي النادي او الاداره القانونيه. دي اول حاجه النادي بيعملها. وبيتم منحه مهله زمنيه قصيره للعوده او الانضمام للفريق. بيتم منح اللاعب مهله او مهله قصيره للانضمام للفريق والعوده للتدريبات. طب اللاعب ما نفذش، كبر دماغه. بيقوم النادي الاهلي عامل ايه؟ بيقدم شكوى رسميه لاتحاد الكره المصري مدعومه بالعقد والغياب غير المبرر. اول حاجه بيعملها الاهلي هيقوم مقدم شكوى في الاتحاد المصري وهيدعمها بالعقد بتاع اللاعب والغيابات الغير مبرره. اتحاد الكوره بقى ساعتها هو بيرد علينا. ممكن يوقع على اللاعب عقوبات تأديبيه مثلا زي الايقاف او الغرامات. طب ايه اللي بيتم بعد كده؟ بيتم فسخ العقد وتحمل اللاعب الغرامات. لو الغياب استمر النادي من حقه يطلب فسخ العقد من طرف واحد بسبب الإخلال من اللاعب ويطالب بتعويض مادي قوي جدا. ممكن يتم تغريم اللاعب ماليا أو حتى حرمانه من القيد لفترة زمنية. تمام؟ وبيخش بعد كده الأهلي في خطوة بقى اللجوء للفيفا.
اذا كان عقده دولي مثلا او في طرف، بنخش بقى للفيفا. الفيفا بتعمل، الفيفا ممكن يصدر قرارات ايه؟ ممكن يوقف لك اللاعب وتغريمه ماليا ومنع النادي الجديد لو انت يعني لو راح لنادي تاني اصلا من غير موافقه النادي الاهلي، تمام، بنقفل كود النادي ده وبنغرم اللاعب وبنوقف لهم اللاعب كمان. طبعا كل اللي احنا بنتكلم فيه دوت لو سبب عليه استمر في العند اللي هو فيه، واستمر في يعني في عدم احترام الاهلي وعدم احترام اداره الاهلي. دي كل القصه ودي كل الحكايه وده كل السيناريوهات اللي دايره حاليا. طب الاهلي طبعا واخدها عند، انا شايفها عند. هو الاهلي بالنسبه له مش فارق معاه وسام كتير، بس هو واخدها عند مع اللاعب تاديبيا يعني. بس هو خلاص احنا وصلنا لطريق مسدود، لازم نطلع من الطريق ده باقل الخسائر. يا اما نبيع وسام، من رايي نبيع وسام يغور في داهيه، تمام. لان اللاعب ده لو قعد هيسبب مشكله، هيعمل مشكله كبيره. ولو قعد مش هيديك بجنيه، ما استفدتش منه حاجه، هتديله مرتبك هتديله مرتب على الفاضي. لا انا بقى استغل القصه دي وابيعه، تمام، واستفاد منه بعقد وفيه اعاده بيع، واستفاد منه بالبوانس اللي انا هضيفها في العقد، ويبقى انا كده طالع مستفاد. ويغور وسام ابو علي وهيجي زيه 1000. ياما راحت لعيبه تقيله وجات لعيبه اكتر، وياما راحت لعيبه احرف وجه لعيبه احرف منها. فالاهلي هو رقم واحد يا جماعه، احنا مش جمهور بنقف على حد. زي ما احنا شايفين جمهور رابطه جمهور الاهلي عامله ضغط عالي اصلا، لدرجه ان اللاعب قفل منصاته عشان الجمهور عمل انفولو، فنرجعه لاصله يعني. فاتمنى لو الفيديو ده عجبك يا ريت تعمل اشتراك في القناه ولايك عشان تتابع معانا كل جديد. شكرا.